ازاي حضراتكم؟ ايه الاخبار؟ على طول انتوا متعودين مني ان انا بقى ايه، على طول بطلع في اماكن صحراء ولسه تحت الانشاء. المره دي بقى انا هغير الفكر شويه. المره دي اطلع لكم في منطقه ساكنه، ومنطقه من احلى المناطق اللي موجوده في التجمع. انا عن نفسي بحبها جدا. منطقه اسمها جنوب الاكاديميه. جنوب الاكاديميه طبعا هي في التسعيل الشمالي، في اول التسعيل الشمالي. فانا داخل دلوقتي كده من جنب الداون تاون، يعني عايزك تجيب الداون تاون كده. معلش، ادي كده الداون تاون، وفي ظهرنا على طول التسعيل الجنوبي، في ظهرنا على طول. وده كده في وشنا التسعيل الشمالي. اوريكم منطقه من افضل المناطق الموجوده في التجمع الخامس. منطقه محترمه جدا، ومنطقه يعتبر انا شايفها زي كده لما نقول كان زمان هنا في مصر الجديده مربع الوزراء. انا شايف المنطقه دي من افضل وارقى المناطق الموجوده في التجمع. احنا دلوقتي اهو بنخش على التسعيل الشمالي حالا دلوقتي اهو. انا على شمالنا هنا كايرو فيستيفال طبعا، اللي لسه معديينه دلوقتي من شويه. هنجيله دلوقتي هنجيله. وهنا على شمالنا هنا كده احنا دخلنا التسعيل الشمالي، وعلى شمالنا على شمالنا كده دي كده جنوب الأكاديمية، وده شارع التسعيل الشمالي. احنا كده في منطقة التجمع الأول اللي على شمالنا. التسعيل الشمالي اللي ما يعرفش التجمع كويس هو موازي للتسعيل الجنوبي. احنا عندنا زي ما قلنا 4 محاور في التجمع: محور جمال عبد الناصر، التسعيل الجنوبي، التسعيل الشمالي، طريق السويس. ده المحاور الرئيسية. في طبعا محور السادات برضه من الدخلة الرئيسية، وفي محور العروبة برضه من ضمن المحاور، بس المحاور المعروفة أكتر يعني. ده يعتبر طرق رئيسية. احنا هنلف كده ونرجع تاني، هيبقى على يميننا اكننا راجعين تاني على الداون تاون، عشان عايز اشرح لكم المنطقه دي عامله ازاي بالظبط. هي منطقه من ارقى المناطق اللي موجوده طبعا في مصر كمان، مش في التجمع بس يعني. انا بفرجكم النهارده على التجمع وجماله، يعني بالبلدي كده. مش كل مره بقى ايه، مش كل مره هنفتح برضه يعني هنبتدي فيديوهات مثلا او هنقول ايه منطقه تحت الانشاء. لا، انا عايز افرجك كمان المنطقه تبقى عامله ازاي بعد ما تتبني. اللي على يميننا طبعا ده كل دي منطقه جنوب الاكاديميه. هنخش من جواها كده برضو. عايز افرجكم على جمال المنطقه يعني. منطقه بجد يعني، انا بقى من المناطق المحببه لقلبي يعني. اللي على شمالنا هنا ده كايرو فيستيفال سيتي. كل ده كايرو فيستيفال سيتي. هنعدي على الفلات بتاعته دلوقتي. اللي على يميننا جنوب الاكاديميه، كل دي فيلا جنوب الاكاديميه. ده محور العروبه اللي احنا ماشيين عليه. احنا كده دخلنا البطيء. عايز افرجكم جنوب الاكاديميه من جوه عامله ازاي. دي مداخل طبعا، في بوابات برضه، في امن. من اوائل الناس طبعا اللي عملت في التجمع موضوع بوابات اللي هي كشك الامن ده. احنا في جوله بقى يعني ايه، مش محددين بالظبط رايحين فين، ابقى بفرجكم على المكان من جوه. كده برضه في وشنا التسعيل الشمالي. ممكن نطلع خارج شارع التسعيل الشمالي، بس انا هنخش كده هنلف هنا. المناطق الهاديه قوي،
المناطق الهاديه جدا 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 جدا. يعني ممكن تكون نقول المشكله الوحيده اللي في جنوب الكلاميه الخدمات بتاعتها قليله شويه. بس على مدى السنتين ثلاثه جايين ان شاء الله يبقى في خدمات كبيره جدا، يعني خدمات. بس برضه هم طبعا اكيد كله معتمد على بره المكان نفسه. مكان طبعا سكني بحت طبعا، للسكن الهادي قوي اللي بيعشق الهدوء قوي. بصوا احنا قاعدين بنلف يعني، لا جوله تفقديه كده، مش اللي هي ايه، مش ان هي مش عارفين احنا عايزين ايه، يعني مش عايزين حته معينه بعينها يعني. بس بحاول افوركم على الجمال بتاع المكان نفسه. بصوا مثلا جناين مثلا كبيره جدا 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 هنا. نيجي نبص على الجنينه، بصوا الجنينه قد ايه. الجنينه اتحط فيها مولات. جنينه كبيره جدا جدا. شايفين الجنينه عامله ازاي؟ نمشي بعد كده في وشنا التسعير الشمالي على طول. منطقه ملمومه مقفوله على نفسها قوي. بصوا مثلا جنينه زي دي بالحجم ده فظيعه. هنا انا شايف اللي هي يعني تقريبا فدان ارض حاجه كده يعني. نرجع تاني نخش برضو ايه في جوله. هي كلها جناين، يعني انا شايف ان المنطقه كلها جناين. يعني بصينا على الشمال كده، بص لها جنينه برضو، يعني جنينه مش طبيعيه يعني. زي ما انتم شايفين كده. السكن هادي جدا، منطقه هاديه جدا 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 وجميله ماشيه فيها، يعني لما تيجي تمشي فيها تبقى مبسوط. بس مفيش اللي هي الايه، مفيش دوشه بقى خالص، هدوء تام. جنينه تالته برضه. بصوا الجناين هنا يعني مفيش شارع يفصل شارع، في جنينه. يعني شارع يفصل شارع، الشوارع بتاعتها طبعا تحفه. كل شارع فيه تقاطع، على التقاطع تلاقي جنينه تاني. في كم جناين مش طبيعي في المساحات الخضراء في الجنوب الكلاميه كبيره جدا، يعني فوق ما انت متخيلين. يعني مثلا لما نيجي مصر اهو، عدينا شارع دخلنا على جنينه ثانيه. يعني بصوا، حتى بالنسبه للموضوع برضه الناس كانت بتتكلم على اكشاك الكهرباء، مثلا لما تلاقي في اكشاك كهرباء في الجناين ولا يشغلكم خالص. لما الجنين لان الكوش كهرباء محطوط فوق جنينه، بس كده الفيو هو نفس الموضوع يعني. يعني بصوا احنا لما نيجي نلف كده على الجنينه دي هتنبسطوا جدا جدا يعني بصوا كده. بصوا كده الجنينه مثلا، جناين طبعا وشوارع طبعا، شوارع واسعه جدا جدا اهو. المنطقه ساكنه خلاص، سكنت يا جماعه المنطقه، يعني مش منطقه مثلا حديثه الانشاء ولا حاجه زي كده. ادي التكدس الكباستي بتاع التجمع مش زايد عن كده، هو متخططه صح جدا كمسافات شوارع، كجناين، كحاجه زي كده. حتى مش مهما يعني، خلاص هي جابت اعلى كباستي هنا النهارده، هو ده اعلى كباستي زي ما انت شايف. العربيات بس الناس نفسها مفيش زحمه. التجمع متقسم حلو قوي، الماستر بلان بتاعت التجمع ممتازه. لما تيجي تبص على تقسيمه التجمع اللي عمل الماستر بلان ممتازه ممتازه ممتازه. على فكره يمكن برضو مش انحياز للتجمع، بس انا البلد دي جبتها من شرق لغربها، افضل مكان لحد النهارده كماستر بلان وكتقسيم وكما حصلش مشاكل مثلا كزحمه وحاجات زي كده، التجمع الخامس. ولسه في كتير جدا من التجمع، لسه معانا 20 30 سنه تاني التجمع. والتجمع عمره ما هيبقى زحمه على فكره. ولا في ناس تقول لك اصل هي دي مدينه نصر ومش عارف ايه مصر الجديده، يستحيل. هو خلاص انت عندك نسبه ارتفاعات معينه مش هتطلع عنها. مدينه نصر بتتكلم في ارتفاعات ارضي 11 ساعات،
وارض وست ارض سواء، الكلام ده طبعا بياكل المرافق. وخلي بالك البنيه التحتيه بتاعت المناطق الجديده مختلفه تماما، واخد بالكم، عن اي بنيه تحتيه لاي احياء قديمه. يعني ادي من ضمن الجناين، بصوا الجناين عامله ازاي، الشارع بعرضه عامل ازاي، الشارع ده حوالي عرضه حاجه 20 متر، مش هيقل عن كده. وده شارع داخلي، مش بقول لك شارع عمومي بقى او شارع كده. لا هي جميله، هي المكان جميل. دايما بقول التخطيط السليم في المناطق ديت بيفرق كتير جدا. ده شارع مثلا، ده يمكن لما هنتكلم على الشوارع ديت اقل تميز اهو، ده اقل تميز موجود. بس المكان تمشي فيه مبسوط، انت نفسيا مرتاح. خلي بالكم يا جماعه، اكتر حاجه تبقى مخلياك مبسوط المكان نفسه بنسبه 90% يخليك. يعني في احيانا بيبقى ناس متضايقه نفسيا متضايقه، على فكره ممكن تكون ما فيش حاجه مضايقاها، بس هي المكان اللي عايش فيه مش مريح. لكن لما تكون ماشي في مكان انت مبسوط فيه. بص برضه في جاردن هنا، بص يعني الجاردن دي تعمل عليها بصراحه كومباوند، مش جاردن بس يتعمل فيها بقى مولات. جاردن كبيره جدا جدا، مفيش شارع غير فيه تشجير كامل. ده الجهاز مهتم جدا بحوار التشجير ده، مهتم جدا بمنطقه انا شايفها من افضل المناطق الموجوده في التجمع الحقيقي.